صباح الفل عليكم او مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين. خلاص السنة الجديدة هتبدأ، وطبعا اكلات احنا الشتا بيأكلنا، فاحنا عايزين نعمل اكلات تكون خفيفة وكمان يعني تدفينا وكمان تكون خفيفة من غير اي يعني مواد دهنية كتير. طبعا هنا انا ضفت البطاطا، قشرتها وقطعتها وضفت عليها سكر ومية بس، مفيش اي مواد دهنية. هتستوي كده وهتبقى يعني مستوية خالص حلوة كده. وهنبتدي نضربها بالهاند بلندر او تضربوها في الخلاط طبعا ما تحبوا، او لو عندكم الهراسة بتاعه البطاطس ممكن تهرسوها بيها. هنهرسها وخلاص من غير شفتوا اي مواد دهنية خالص. وهنجهز طبعا الكريمة بتاعتنا، ممكن تغلوا اللبن في التلاجة وتشتروا الوش القشطة بتاعته وتعملوا الكريمة اللي هي الأساسية خالص، تضيفوا النشا للبن ومعاها فانيليا والسكر طبعا وخلاص كده. والسكر تبع يعني الرغبة، يعني قللوا السكر أو تزودوه تبع ما تحبوا. وهنضيف كده الكريمة كده على وش البطاطا بعد ما نكون ستفناها في الصينية من غير ما ندهنها اي مواد دهنية خالص، ما فيش اي حاجة. انا عملت الطريقة دي خفيفة خالص. وهنرش على الوش كده رشة سكر وخلاص كده، وهتبقى احلى بطاطا بالكريمة ودايت جدا وكمان جميلة. وممكن تضيفوا سكر دايت بدل السكر ده او سكر بني، وبتبقى حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده. وممكن تضيفوا لها كده لو عندكم في البيت اي مكسرات، لو مفيش هي جميلة. وممكن بقى طبعا ما تحبوا تاكلوها سخنة او تاكلوها باردة، يعني يعني كل حاجة طبعا ما تحبوا. انا حبيت كان عندي شوية مكسرات كده، حبيت ازين رشة كده على الفوق على الوش كده جوزة الهند. وطبعا احلى بطاطا يعني بالكريمة وخفيفة خالص. زي ما قلت لكم اللبن اغلوه ودخلوه التلاجة واشتروا الوش بتاعه اللي هو القشطة. بس على فكرة يا جماعة القشطة دي مغذية، لو وش اللبن يعني بخيره قشطة كتيرة اقسموها، يعني خدوا نصها والنص التاني سيبوه برضو، لان في القشطة بيبقى فيها فيتامين د. انا كنت الاول يعني بحرص ان انا يعني انزعها خالص، بس دلوقتي بقيت يعني اسيب جزء منها وبتبقى حلوة قوي. احلى بطاطا بالكريمة. يا رب تكون يعني الفكرة كده يعني سهلت عليكم الحياة، لان طبعا احنا في البرد ويعني في الشتاء كلنا بنحتاج لأكلات كتير، يعني بنحس ان احنا بنجوع بسبب البرد. فهتبقى حاجة حلوة وفي نفس الوقت دايت خالص، ما ضفناش اي مواد دهنية. وزي ما قلت لكم هو السكر بس، لو انتوا حابين يضيفوا سكر بيبقى فيه سكر دايت بودرة، وبيبقى حلو قوي في الاكلات اللي هي يعني بتتعمل على النار. حلو قوي كده، يعني بطاطا بالكريمه تفضلوا معايا تفضلوا. وممكن انا كنت عملتها بطريقه اللي انتوا تخزنوها في الفريزر عشان سعرها رخيص. وكل سنه وانتوا طيبين، سلام عليكم.